لو بدي اعيد بناء الكوليكشن تبعي كلياتها من الصفر من عطور سعودية فقط، هاي اول العطور اللي راح ابدا فيها. للمناسبات الرسمية الفخمة راح استخدم ميزو دهلوي فانيتي، فخامة وجمال مش طبيعي. وللحفلات والمناسبات الفخمة كمان راح استخدم افريكان بلاك وود من نودبوا، بيرفورمنس وقوة وجمال مش طبيعي، فخامة رائعة جدا. للاستخدامات اليومية بالصيف 55 ديجري، اسم على مسمى. اقاوم درجات الحرارة اللي برا كمان PO1 فينتو ليمون، قنبلة حمضيات منعشة بشكل مش طبيعي. استخدامات اليومية فترة الصباح وتحديدا للجيم اوشن وود من فيلاك، هاي تاني علبة. للاستخدامات اليومية وللمكتب كمان يوتوبيا من غلاتي. للاستخدامات اليومية لكل الأوقات والمناسبات ولما أحتار وتحديدا للأوقات المسائية فانكوفر من عبرة، بيرفورمنس عالي وهذا أرخص عطر بمجموعتي. وهالعطرين من سيلكوث كمان رح يغطوا جزء كتير كبير، فمستك شور رح يغطي لي كل الاستخدامات اليومية، وفيل فورست رح يغطي لي كل الاستخدامات المسائية. وللاستخدامات اليومية والمكتب تحديدا والمناسبات الرسمية الفخمة راح استخدم كان 777 من بيور ديست. بس لحظة شوي، بيور ديستنس مش براند سعودي، لكن كان 777 تحديدا معمول لرويال بوتيك السعودي، وبيور ديستنس من افخم البراندز النيش بالعالم، عاملين عطر حصري لبوتيك السعودي، فاكيد راح يكون على القائمة عندي. بالسعودية في براندز نيش بتتفوق على كتير براندز عالمية وبتغني عن كتير براندز عالمية، وهي اولى انه نستخدمها. انا كمال، اذا بتحبوا تسمعوا اكثر على العطور تابعوني. شكرا.